اش قولكم يا جماعة نطيبوا اليوم مع بعضنا قلاية عيد الأضحى. قلاية هذه تونسية نطيبوها في العيد الأضحى، تختلف شوية من ولاية لولاية. احنا في جزيرة جربة نطيبوها بالشكل هذايا. نقصوا اللحم تاع العلوش شوية شوية ونحطوه في طنجرة، ونزيدوا شوية ملح، ونزيدوا الكركم، ونخلوها على النار. بنزيدوها حتى شيء آخر كان الملح والكركم، ونخلوها حتى لين تصفي الماء متاعها، يعني اللحم يسيب الماء متاعها، من بعد ينشف من الماء. وقت اللي اللحم نشوفه هكا بالمغرفة ونلقوه شايح، ما فماش معاش فما ماء بالكل، وقتها نزيدو زيت زيتونة ونعوموها بزيت زيتونة، خاطر من بعد تتحط في الصحن وتتاكل بالخبز ولا بالكسرة. شفتوه الماء هذاك ما يلزمش يكون، يلزمها في الاخر تبدا شايحة، وهنا شاحت لي على الاخر ما عادش فيها الماء. صبيت زيت زيتونة عومتها، من بعد ما تطيب خلوها تبرد شوية ونصبوها في صحن وهي تتاكل بالكسرة ولا بالخبز. وما نحكي لكمش قداش طعمتها بنينة القلاية، وجربوها حتى كان في بلدانكم ما تعملوهاش، راهي بنينة برشا برشا. ومش بالضرورة تعملوها يوم عيد الأضحى، تنجموا تعملوها حتى في سائر الأيام. خاطر بنينة برشا، وصحة وبشفاء لكم.